Ask me before you buy in New Cairo. طيب ازاي بقى نشتري في الساحل؟ ده موضوع كبير جدا. مبدئيا كده يا جماعه، عشان تشتري في الساحل لازم تاخد بالك من اربع خمس حاجات. اولهم مين المطور. اول حاجه مين المطور. الارض دي اللي هو واخدها ويعمل عليها مشروع مشاركه ولا بتاعته؟ حجم المشروع بتاعه يقدر يقفل ويبني عمارات ويشغل ولا مش هيقدر؟ طب لو مشاركه هو مشارك مين؟ واسم المطور ايه عشان نعرف برضو على اساسه بيحكم. كل ده بتحكم حاجات في العقارات. يعني ما تكون بالم هيلز مثلا مشاركه كليوباترا مثلا، لو افترضنا حاجه زي كده، بالم هيلز ده اسم كبير. تكون شركه كبيره مشاركه على ارض او مشاركه في ارض ملك الغير، ده موضوع. ولما يكون شركه تانية اسمها برضو متوسط في السوق او اقل من متوسط، لا لازم نتحرك كويس عن الموضوع. لو انتوا فاكرين ان مفيش منازعات حصلت في الساحل، غلطانين. ده في اراضي عليها نزاعات النهارده، في اراضي عليها نزاعات. ركزوا في الجمله دي. في ناس لحد النهارده بقى لها اكتر من 10 سنين ما استلمتش الشاليهات بتاعتها، ومن ضمنها مشروع في سيدي عبد الرحمن نفسه. المشروع ده فيه مشكله كبيره جدا بقى لها اكتر من حوالي قرب من 2017 تقريبا، لحد النهارده الناس ما استلمتش. المشروع متوقف. فخلي بالكم من النقط دي كويس جدا. لو في منازعات عقاريه، في منازعات كتير جدا في الساحل، يمكن اسوأ كمان من التجمع واسوأ من المدن الجديده. فخلي بالكم من النقط دي كويس جدا. Ask me before you buy in New Cairo.